يا جماعه، فاللي بتخزن حاجه رمضان تطلعها تاكلها. انت خزني نص الشهر بس، ما تخزنيش لاخر، يعني يا دوب كده لحد 15 رمضان تعملي الحاجات تكفيكي، والباقي كله دلوقتي. يعني عالم نلحق ولا ما نلحقش. لحقنا خلاص الحمد لله، ادي احنا عايشين. انا جوزي اتاخر في الشغل، الساعه دلوقتي 11 بالليل وهو لسه ما جاش. اسكت؟ لا، اتفرج على الفيديوهات الاقي الدنيا خربانه، وبيقول لك القيامه هتقوم يوم 15 رمضان، يعني كلنا هنموت كده. وشيخه كده الله يعني يسامحها بتقول لك ايه، يا اما هننفجر كلنا، يا اما نظرنا هيروح، يا اما مش عارف ايه هيروح. المهم ان في حاجه هتطير منك في اليوم ده على طول. فقلت يا بنت قومي، قمت قاعده انت وعيالك كده تسلوا وكلوا بطاطس محمره. وطلعت بقى ازازه الزيت اللي احنا كنا خلاص قربنا نحنطها، يعني كان ممكن نحطها في النيش عشان نبقى محتفظين بالزيت اللي عندنا. وقلت بقى ضربوا الايه جعان على ايه عينه، قال خربانه خربانه، طلعي يا ماما طاسه الزيت بتاعتك اللي هي هتيجي علينا. بصوا اللي هيحصل لنا كله بسبب الطاسه المتحروقه دي، يعني كل اللي هيحصل لنا في حياتنا بسبب الطاسه دي بتيجي علينا. يعني وهي قاعده في الفرن بتاع البوتاجاز كده، هي عماله تيجي على كل الشعب المصري. مش بقولك يعني كل حاجه بتقعد تدعي، الطاسه بتبدا تيجي علينا. ماشي، هي اصلا في الاصل قلبها اسود، يعني هي تبان سودا، فانا سودت عيشتها اكتر ما هي سودا. فقلت بقى ايه، اطلع الزيت اللي عندي ولا يهمني اطلع واقلي. ماشي، ومن هنا ورايح مش هعمله غير حاجات مقليه، اللي هو بقى يعني انت مقعدني كده بتتاخر، انا بقى هحرق قلبك على الزيت ده كله. ماشي. اصل ام خالد واحده عامله قناه يوتيوب كده، كانت عماله تمدح قوي وتقول لك انا ما احبش اكل غير في الطاسه وهي محروقه كده، دي بتدي طعم للبطاطس. انا عايزه اقول لك والله الطاسه لو نضيفها هتدي طعم احلى، بس هو الطقوس عند الشعب المصري ما فيش بيت ما فيهوش الطاسه دي. انا حاولت والله استغنى عنها وافضي الزيت وارجع اعمل طاسه وتبقى كده واغسلها كل مره، هي بصي اللعنه بتصيبها كده اول ما تعدي اول سنه جواز لازم تبقى موجوده في الفرن بتاعي. كده هتقوم يا جماعه، فاللي بتخزن حاجه رمضان تطلعها تاكلها. انت خزني نص الشهر بس، ما تخزنيش لاخر، يعني يا دوب كده لحد 15 رمضان تعملي الحاجات تكفيكي، والباقي كله دلوقتي. يعني عالم نلحق ولا ما نلحقش. لحقنا يعني خلاص الحمد لله، ادي احنا عايشين. ما لحقناش يبقى انت ما خزنتيش حاجه ليأجوج ومأجوج وياكلوا عشان يلا باي. انا قلت اعرفكم بقى يعني ايه، بشجعكم قومي اعملي جريمه كده اخر الليل وكلي ولا يهمك. بصي البطاطس مرصوصه في البتاع والله فن يا جماعه، ده فن قلي البطاطس.